بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اذكروا الله ذكرا كثيرا يا حبايب قلبي، وصلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلاة تفرج بها الهموم وتفرج بها الكروب وتفك بها العقد ان شاء الله. احنا النهاردة حبايب قلبي في سوق الخميس، سوق الخميس وجمال سوق الخميس. سوق الخميس، أسعار الجبرات وأسعار الكلف بقى والحاجات بتاعة ملايات السرير والحاجات اللي بتتحط على العبايات وزراير بقى وأساتك وحاجات كتير، وهنشوف الأسعار. هي الأسعار طبعا اختلفت كتير جدا جدا. أسعار ربنا يرحمنا ويعافينا يا رب، قولوا أمين. ما تنسونيش يا حبايب قلبي في اللايك والشير، كومنت حلو كده من ايديكم، ربنا يكبر بخاطركم في الدنيا والآخرة. بس حبايب قلبي، التشكيلة اللي قدامكم دي كلها تنفع تتحط على عبايات، تنفع تتحط على جلاليب بيتي اللي هو الكلفة الذهبي دي والفضي منها، وتشتغل برضو على ملايات السرير. أه الحاجات اللي متعلقة دي كلها للجلاليب، جلاليب بيتي، قمصان الفسكوز، قمصان جل، قمصان قطن، شغالة برضو وبتتحط برضو على ملايات السرير. هنا حبايب قلبي الورد اللي هو فرع الورد اللي بالمتر، لو عايزة بالمتر ماشي، ولو عايزة بالواحدة ماشي. المتر حبايب قلبي ب25 جنيه، المتر ب25 جنيه. الجبرات الصغيرة دي اللي هو الفل، ودي الجبرات العريضة برضو شغالة ملايات سرير، شغالة هدوم، بس الأغلبية الألوان ملايات سرير، لكن الأسود منها بيتحط في العبايات، في ديل العباية من تحت. في منها المتر يبدأ من 10 جنيه وانتوا طالعة. طبعا كل ما العرض بتاعها يزيد، بتاع الجوبير كل ما يبقى أعرض كل ما السعر بتاعه بيزيد. بصوا تشكيلة حلوة أوي والله يا بنات، ما شاء الله عليها للي محتاج. والورد اهو بالألوان بتاعته، في الفضي، في الملون، في بعضه، في الأبيض، في الأوفايت، في الأسود، في تشكيلة جميلة جدا. وده الورد اللي بيعملوا منه طواق الأطفال، وتاخدي تقصي برضو بالواحدة، ممكن تفردي كده على العبايات. بجد والله يعني الحمد لله في حاجات، في حاجات إلا ما رحم ربي، يعني ايه، أسعارها متهاودة وأسعارها حنينة شوية عن الغلاء الفاحش اللي ماشي في جميع السلع. ده الاسترس حبايب قلبي، تاخديه برضو تقصي منه وتفرغي منه، تحطي منه على ملاية السرير، تحطي منه على بياضات انتريه، تحطي منه على اي شغل انت شايفه ان هو مناسب ليكي. اما دي بقى، فدي بقى المجسمات. المجسمات دي وش طمطم اهو، المجسمات اللي بتتحط على ملاية السرير، بتتحط على فوط الوش. انما الاشكال التانية دي حبايب قلبي، كل الاشكال اللي قدامكم دي تتحط على ترنجات اطفال، تتحط على جلاليب الاطفال، تتحط برضو على ترنجات كبار، انسات كبار برضو. والاسترس اهو الحجم منه مش العريض، وده بيتحط على كتف، على كتف العباية السمرة. انا عجبتني تشكيلة المجسمات، تشكيلة حلوة من المجسمات، صغير وكبير، وتشكيلة يعني فيها كذا، في كذا نوع. كان الاول ما نزلش الا رسمة الفيل ورسمة بوجو طمطم، بس دلوقتي في اشكال كتير منها. بص حبايب قلبي، كل رسمة العين دي ممكن تتحط على ظهر عباية سمراء، ممكن تتحط على ظهر ترنج اطفال بس كبيرة اوي، ده على الاطفال. في منها نفس الرسمة بس صغيرة شوية، ودي رسمة قلب بالفرو في الجناب. يعني في تشكيلة كبيرة جدا، انا بحاول اقرب لكم وبحاول اجيب لكم على قد ما اقدر. ودي برضو على رسمة 5 وخمسة، دي على رسمة وردة تتحط على جنب كده. وده الاشكال منها الصغير، ده بقى ممكن يتحط للاطفال. في منه على رسمة النجمة الابيض والذهبي، في منه على رسمة دايرة، في منه على رسمة الهلال. يعني ماشي تبع الطقس وتبع الاضواء بتاعة رمضان، كل سنة وانتم طيبين. ودي الحروف تتحط على ترنجات بس مش ترنجات اطفال،
لان الحاجات دي كبيرة قوي على الاطفال. حبايب قلبي بتتحط على ترنجات زي الباتش كده، بتتحط على ترنج كبير. والله شغال صبيان وبناتي، يعني اللي شغال في ترنجات صبياني كبيرة ممكن يجيبها ويحط منها. بصوا بقى الكرتونة اللي تحت دي كلها مليانة مجسمات. المجسمات تبدأ برضو يا حبايب قلبي من 7:30 الواحدة مش الاتنين، تبدأ من 7:30 وانتوا طالعة بقى لحد 25. لأن دايما يا حبايب قلبي الأسعار كل ما الحاجة بيبقى حجمها أكبر كل ما السعر بتاعها يزيد. وربنا يرحمنا ويعافينا يا رب، ربنا يعافينا من الغلاء والبلاء اللي احنا فيه. قولوا امين يا حبايب قلبي. وكل سنة وانتوا طيبين، كل سنة انتوا بألف خير وألف صحة وألف سعادة. ويا رب تحققوا أمنياتكم في شهر رمضان ده يا رب. اللي ما حققش أمنياته السنة اللي فاتت يحقق أمنياته السنة دي. وربنا ينجح كل أولادنا وأولادكم يا رب العالمين. ويجعله شهر مفترق كده، وشهر كل ما موجود فيه يكون فيه سخاء ورخاء على المسلمين أجمعين يا رب. وأجمل حاجة في شهر رمضان يا حبايب قلبي إن تحس إن المسلمين كلهم والأمة العربية كلها بتفطر في وقت واحد، بتاكل في وقت واحد، بتصلي في وقت واحد. إلا بقى بلاد العربية والدول الأجنبية بيبقى في فرق التوقيت في البلاد دي. ده يا حبايب قلبي طالع جديد اهو، نازل جديد اهو، مش فاكرة اسمه بصراحة. المهم هو ده بتاع ملاية السرير، بتحط على ملاية السرير، حلو اوي اللي عليه القطط ده. نازل جديد برضو، السعر يبدأ من 10 جنيه. في مشمع بتاع رمضان ومفارش رمضان. وفي حاجات تروح هناك على حاجة معينة ممكن تلاقي حاجة أجمل من الحاجة اللي في دماغك اللي انت رايحة عليها، فتغيري اتجاهك. بدل ما تجيبي اللي انت عايزاه لا تروحي تجيبي حاجة تانية خالص أجمل من الحاجة اللي في دماغك. بجد الأسواق والله يا بنات أسعارها حنينة عن المحلات، والأسواق فيها كل ما تشتهيه الأنفس، وفيها حاجات كتير جدا جدا من الإبرة للصاروخ. بس انت حبيبة قلبي تعبي نفسك وانزلي ودوري ولفي، ما تشتريش اي حاجة عجباكي من اول مرة. يعني تقفي عندي اول بياع تلاقي الحاجة عجباكي، استني ما تشتريش. لفي كده في السوق واسألي على السعر، لعل وعسى تلاقي سعر ارخص شوية. بجد لو 5 جنيه فرقت معاكي في المتر، او جنيه فرق معاكي في متر، لو قماش او ستاير او فرش انتريه او اي فرش انت محتاجاه، والله الجنيه بيفرق يا بنات. الجنيه على جنيه ممكن توفر لك 20 30 جنيه. فلو في حاجة عجباكي، ده مبدأ عندي انا عامة، لو في حاجة عجباني عندي اي بياع بسيبها وبلف وبدور. لو لقيت الاسعار متوحدة والله برجع اجيب من الاولاني اللي انا تعبت وخليته فرد لي الحاجة. لو لقيت الاسعار عند حد غيره حنينة شوية فيها فرق في الاسعار، طبعا كل واحد بيجيب من عند الارخص. هو انت اولى بالجنيه الزيادة او ال5 جنيه الزيادة اللي بتبقى في فرق الاسعار. فبجد ما كدبش المثل بيقولك ايه، اللي يعيش يا ما يشوف، واللي يلف يشوف اكتر. فكل ما انت تلفي في الاسواق وتلفي في المحلات وتلفي هتشوفي اماكن وهتعرفي اسعار وهتشوفي حاجات جديدة. دي بقى يا حبايب قلب المجسمات الصغيرة، في بوجو طمطم كامل على بعضه اللي انا وريتهولكم. وفيه ده يا حبايب قلبي اللي بيتحط على العبايات السمراء، الفضي منه الذهبي، في منه ده وفي منه اللي هو نازل بسلاسل. بس انا بنصح بده لان السلاسل مع الايام او مع الغسيل بتبص تلاقيها صدت، فشكلها بيبقى مش لطيف. يا ريت ما تنسونيش في الكومنت والشير وحسن الختام.